بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل فيديو معاكم النهارده ان شاء الله يعجبكم. هعمل معاكم النهارده كفته اللحمه. استوت اهي، شايفينها جميله وشكلها جميل ازاي ومتفتحه من جوه ازاي وهتشوفوا ازاي هي متفتحه كده من جوه من طريقه الطريقه اللي احنا هنعملها بيها دلوقتي ان شاء الله. هتجيبي كميه اللحمه بقى اللي انت عايزاها، نص كيلو، ربع كيلو، كيلو اللي انت عايزاه، وتحط بهارات لحمه، في بهارات للكفته وفلفل اسمر والملح اللي انت عايزاه طبعا. واللحمه دي لازم يكون فيها نسبه ايه، دهنه. النص يعني ربع اللحمه تعملها يكون دهنه اهي. وراس توم كبيره، وبصله مبشوره او بصلتين مبشورين. ويفضل يكون البصل الابيض يا جماعه، عشان البصل الاحمر ده بيزرق الكفته. عشان شكلها انت شفتني كده وانا دلوقتي مقشره الجزء الاسمر او الغامق اللي فيها في البصل مقشراه. فيفضل تعملها ببصل ايه، ابيض. وتمسكها بقى تخلطها كويس في البهارات وفي البصل وفي التومة، وتغطيها بأي حاجة وتدخلها التلاجة تقعد شوية كام ساعة كده في التلاجة، وتطلعها بقى ايه، تصبعها زي ما هنعملها كده. انا ده مبرد بنعمل على اي حاجة، يعني لو عندك قلم اعملها عليه. وتتني الصينية سمنة او زيت، اللي يريحك يعني، تنها سمنة او زيت. انا بنصبعها اهوت. ما تصفيش الميه اللي على البصل، اعملي البصله كامله عشان هنعملها في صينيه، مش هتقع ولا حاجه، مش هتسقط من، مش هتعملها على سياخ ولا حاجه، مش هتقع منها عشان هنعملوها ايه في صينيه، وهتفضل متفتحه زي ما انتوا شايفينها كده. يبقى هنحط البصله كامله بميتها بالشحم بتاعها بكله والثوم وكله والبهارات بتاعتها، ونخلطه باللحمه، نخلطها جامد في بعضها ونحطها شويه في التلاجة. على قد ما تقدري تحطها في التلاجة، حطها ساعتين، 3، 4، نص يوم، زي ما انت عايزه حطها، بس غطاها عشان ما تطلعلكيش ريحه في التلاجة. والصباعة بقى كلها كده اهيت، صبعت كلها اهيت. صباعة على قلم اي حاجة زي المبرد كده، اسطوانية يعني، صباعة عليها. دخلت الفرن اهيت، فهي بتدخل الفرن بتنزل مية وبتكش. فانا كنت عاملاهم في صينيتين، فانا كده احنا رايحالهم بقى كلك ايه مع بعض. بتمسكيها تقلبيها كده في نص السوا بتاعها، زي ما بنقلب كده. شايفين دي المية بتاعتها اللي هتسويها، فبتنزل منها مية البصل ومية اللحمة والثوم. انا بنقلبها اهي، وهنجيبها كلها في صينيه واحده زي ما هتشوفوا دلوقتي، عشان هي بتخس خالص اهي. وقلت زي ما قلت لكم تحطوا ربع اللحمه اللي هتحطها تحطها دهنه، عشان الدهنه بتخليها طريه وطعمها جميل، متبقاش ناشفه منك وطعمها حلو خلاص. وتحمرها لك وتخليها وتسويها كويس وتطيبها او تسويها كويس. انا نقلت الشويه اللي كانوا في الصينيه التانيين اهو، الكام صبع اهوت، وقلتهم كلك في صينيه واحده قدامكم اهو. وهشوها دلوقتي، الدهنه هتحمرها خالص وخليها شكلها جميل وطعمها جميل. مثلا لو حاطه كيلو لحمه حط ربع عليه دهنه، حتى نص كيلو لحمه حط، يعني شوف بقى النص هتحط قد ايه، ربع دهنه. تومنه تحط عليه تومنه دهنه. هنعمل معاه مكرونه حمراء اهوت، حط ملح وفلفل اسمر والصلصه. هنعمل طبق واحد بس اهو. مكرونه لما الميه بتغلي طبعا بتحط مكرونه اللي انت عايزاها على الكميه اللي انت عايزاها، بتعملها على قدها. والمكرونه بتعرفها استوت ازاي، بتاخدي واحدة كده بتقطعها بسنانك، ما تلاقيش فيها حته بيضه من جوه، تلاقي كده هي استوت اهي. وانت لو عايزه تدخلي الصينيه ديت في الفرن، المكرونه دي في الفرن دخليها، عايزه تخليها فوق على العين كده زي ما انا عامله كده اعمليها، هيبقى طعمها جميل في الحالتين يعني اهو. وبرده الصلصه عايزه انت على حسب رغبتك في السلطه، برضو عايزاها تخليها حمرا جامد زود السلطه، عايزاها زي بتاعه الطباخين كده صلصتها شويه، اعملي اللي انت عايزه تعمليه، اللي يريحك انت وعلى حسب رغبه اللي بياكل عندك يعني اهي. شايفينها حمرا وجميله ازاي؟ شايفين الكفته جميله وحمرا ازاي اهي؟ اللي بتخليها حمرا كده يا جماعه الدهنه اللي انت بتحطيه. رحت بقى معاه خيار، زيتون، نحط قد كده اهو. ولو انت سمحتوا الفيديو بتاعي يا حبايبي لحد دلوقتي وعجبكم، اعملوا اشتراك في القناه، واعملوا اعجاب اللي هو لايك، واكتبوا تعليق حلو، تعليق حلو زيه. شايفين اهي بعد ما استوت مفتحه ازاي من جوه اهو. اي حاجه استواني عندك صبعها عليها عشان تطيب، تبقى مفرغه كده من جوه عشان تستوي كويس. خليها مفرغه عشان تستوي كويس زي ما انتوا شايفينها كلها، اللي بتبقى مفرغه كده من جوه. وحط البصله بميتها بكلها زي ما هي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.